يلا باشرت معلم. مساء الخير. ننتظر شوي حتى يصير أكبر عدد ممكن من المشاهدين. احنا كنا معكم بالأسبوع الماضي بحلقة بنفس السياق، بس اليوم راح ندخل بتفاصيل أكثر. بعرفكم على حالي، أنا نابغ سرور، فيزا اند إيميجريشن كونسلتنت. أنا عملت كورسز بكندا وبأمريكا، وحاليا احنا يعني باسم شركة HD كومباني. بالبداية أرجو إنه التواصل، أي حدا بده ياخذ موعد بيتواصل مع الرقم الموجود بالتعليقات. احنا بنشتغل بالتعاون مع HD كومباني لخدمات التأشيرة والسفر. وراح نحكي بمواضيع حكيت عنها المرة الماضية، ما بعرف إذا اللي شافوا البث بيكونوا عرفوا. ما شفت، ما صار مجال أجاوب على كل الاستفسارات والتعليقات بما يتعلق بالهجرة لكندا، لأوروبا، شنغن، تركيا، الإمارات، لضيق الوقت، ولأنه الواحد ما في يتابع كل التعليقات، ما في الواحد يشوف كل التعليقات أثناء البث. فعذرا إذا حدا سأل سؤال إنه ما انتبه التعليقات. وأرجو إنه أي حدا بده يسأل يعني ما يكون شايف الفيديو من الأول، لأنه أغلبه أنا بكون حاكي عنه، بس في ناس بتشوف الفيديو من النص، بتشوف الفيديو من الآخر، فبيسألوا أسئلة أنا أوريدي مجاوب عليها. بالنسبة راح نبلش بموضوع كندا وأدخل بتفاصيل أكثر بسبب الحجم الكبير من الناس اللي بينصب عليهم بموضوع كندا، اللي هو نصب مقنع. النصب المقنع يعني هو النصب بطريقة محترمة، إنك تروح لعند مكتب عامل هجرة إلى عامل دعايات وإعلان وهاجر إلى كندا، وكندا تطلب 100,000 مهاجر ومليون مهاجر، ويروح على عند المكتب الشخص. هذا المكتب بينصب عليه بطريقة غير مباشرة. نحن ما بنروج لنفسنا ولا أنا عندنا هجرة على كندا، لكن بنحب ننصح الناس اللي بيروحوا ضحايا هالموضوع ها، وخصوصا يعني كثير من السوريين، أخوتنا السوريين بدول الخليج بيقعوا ضحية لهاي المكاتب. الهجرة لكندا إلها معايير، والمعايير complicated، معقدة كثير، وشروطها صعبة كثير. فالموضوع الأول لحتى أنت تعرف نفسك، يعني إنه رايح لعند مكتب نصاب أو لا، بمجرد المكتب أخذ منك رسوم بدون ما يسألك عن تحصيلك الأكاديمي أو علامتك بامتحان الآيلتس اللي هو International English Testing Program، تمام. امتحان الآيلتس لازم يكون عندك علامة فيه معينة، تبدأ ب6.5 وتنتهي هو العلامة من 9. فما في المكتب أصلا يعني ما في المكتب اللي يعطيك إنه يعطيك أمل ويعطيك شيء بدون ما تعمل آيلتس، فبيأخذ منك 7,000 درهم أو 10,000 بدون ما يعرف نتيجتك بالآيلتس، فهي اسمه نصب. الأمر الآخر اللي أنت بدك تعرف حالك إنك أنت مؤهل للهجرة لكندا أو مو مؤهل للهجرة لكندا، ما في داعي تروح على مكتب أصلا. بتروح على في موقع اسمه canada.ca. canada.ca فيه كل برامج الهجرة مذكورة. إذا أنت ما كنت قادر تفهم شو المكتوب، فأنت ما راح تكون مؤهل للهجرة. إنه الهجرة بدها مستوى أكاديمي عالي، أكاديميك إنجليش ليفل. لازم يكون عندك مستوى أكاديمي عالي باللغة الإنجليزية حتى تكون أنت كواليفايد حتى تطلع على كندا. فإذا أنت كنت غير قادر على فهم ما هو مكتوب بموقع canada.ca اللي هو الموقع الرسمي لوزارة الهجرة الكندية، فأنت بتكون غير مؤهل باختصار يعني. وإذا أنت كنت مؤهل أنت ما بتحتاج مكتب. هاي الاختصار الثاني. إذا أنت كنت مؤهل فيك تعمل كل شيء أونلاين، يعني فيك تعمل السبميتال بيبرز تبعتك أونلاين، فيك تفهم شو بدهم أونلاين. هو بتعمل أكاونت، كرييت أكاونت على موقع وزارة الهجرة، بصير لك أكاونت وبصير لك نمبر مثل لما تعمل حساب فيسبوك. فهاي في ناس بيروحوا على مكتب، المكتب بيعمل له أكاونت، بيفرجيه رقم وإيميل، بياخذ منه 7,000. هنا هاي النصبة الكبيرة يعني، بدون ما يعرف أنت شو عندك علامة. هلا
يعني الهجرة في لها 71 يعني 71 نوع من الهجرة إلى كندا. طبعا في جنسيات ما بتحصل على كل برنامج، مثل احنا السوريين كونه عندنا خيار اللجوء ما بيعطونا كل البرامج اللي مؤهل لها احنا كسوري هو الاكسبريس انتري اللي بيسمى سكيلد اميجرانت، اللي هو الهجرة الماهرة. الهجرة الماهرة تحتاج لحتى الواحد يحصل البوينتس يحتاج إلى علامة عالية بالآيلتس حد مينيمم 7.5 من 9. يحتاج إلى ماسترز ديجري ماجستير هو أو الزوجة. المين أبليكانت المتقدم الرئيسي يحتاج لازم يكون عمره تحت 40، لازم يكون عنده خبرة بالمجال تبعه. بس الكي فاكتور يعني الشيء الأساسي لكل أنواع الهجرة إلى كندا أو all the English speaking countries يعني أمريكا، نيوزيلاند، بريطانيا، أستراليا، كندا، الكي فاكتور هو الإنجليش. لازم يكون عندك إنجليش ليفل عالي جدا، يعني مو الإنجليش اللي نحكيه بالشارع، مو الإنجليش اللي نحكيه مع السوبر ماركت أو تبع الكوي. بده يكون عندك هاي إنجليش ليفل. يعني لما تروح على امتحان الآيلتس كمان، يعني في موضوع إنه لما تروح على المكتب بيقول لك روح اعمل آيلتس. الايلتس مو شغله بتروح تشتريها من العوير او من السنتري مول. الايلتس امتحان بيتسجل عليه بالبريتش كونسل، تمام؟ هو اربع سكشنز. ريدنج اول شيء، listening، reading، writing، speaking، تمام؟ لما يكون بالريدنج في ثلاث كمان اقسام للريدنج، للlistening سوري. اول شيء بتسمع اثنين عم يحكوا على مهلهم، بعدين بتسمع مجموعه عم يحكوا، بدك في اسئله بدك تجاوب من خلال فهمك للي انت شو عم يحكوا. بيحكوا بريتش اكسنت، فمو اي حدا بيكون قادر يتجاوز امتحان الايلتس بالعلامه المطلوبه. القسم الثاني منه الريدنج كمان مو سهل، لما يحكوا لك عن الكوكب عن الفضاء وبدك تقرا المقاله اللي مكتوبه وتجاوب على الاسئله، فكمان هاي مو سهله. بده عندك تكون يعني دارس اللغه صح وعندك خبره باللغه. امتحان الايلتس يحتاج الى استراتيجيه عاليه، يحتاج الى اداره للوقت. عندك القسم الثالث منه الرايتنج تاسك. الرايتنج تاسك هو كمان يعني بيجيبوا لك بدك تكتب مقاله. طبعا بيجي 2 الرايتنج تاسك. مقاله او اول شيء بيكون مقاله مثلا بيحكي لك انه احكي لي عن الببليك ترانسبورتيشن مثلا ببلدك، عن وسائل النقل العام. بدك تحكي بدك تكون فهمان الاسي بالانجلش، بدك تكون فهمان الباراجراف، الانتروداكتوري باراجراف، البادي باراجراف، الكونكلوجن، بدك تعرف تعمل بارافريزنج. الامر مو سهل. والسكشن الثاني من الايلتس هو عن احنا حكينا كثير عن الايلتس بس مشان الناس تعرف، يعني بيعطيك رسم بياني وبدك تحلله، بدك تحلل هالرسم البياني وتكتبه بصيغه باراجراف، بصيغه اسيه. طبعا في ناس بينجذبوا وراء اعلانات نصب واحتيال انه يوجد لدينا شهادات ايلتس، تمام؟ طيب لنفرض انه الجماعه ما بيعرفوا انه شهادتك مزوره، لنفرض انه طبعا كله موثق وكله له ارقام وكذا. فانت لما تروح على السبيكينج تيست انت ماخذ يعني عندك شهاده مزوره خلينا نقول، او مشتريها مشترى، او حدا مسرب لك اسئله، او في عندك السبيكينج تيست بدك تجلس مع شخص في انترفيو. لما انت تكون مشتري الاسئله او دافع فلوس حتى حاصل على الايلتس، ان حصلت وهالشيء نادر ما يحصل، فانت بتنكشف في السبيكينج. يعني ما بينفع انه انت جايب 7.5 بالرايتنج وبالريدنج ويسالك ما تعرف تجاوب كلمتين بالسبيكينج. بده يكون في توازن بالامر، فبتنكشف فورا بترسب. لانه حتى بالهجره الى كندا بينطلب منك علامه محدده بكل واحده منها. يعني لازم بالرايتنج لازم يكون 7، بالريدنج لازم يكون 7.5، بالليسننج لازم يكون 7.5، بالسبيكينج لازم يكون 7. فالامر مو بهالسهوله اللي الناس متخيلتها. لما تروح على المكتب يقول لك اوكي انت مؤهل للهجره بس روح اعمل امتحان ايلتس. شو انت الناس تفكر امتحان الايلتس مثل لما يروح يشتري جهاز موبايل. الامر معقد اكبر من هيك بكثير. طبعا في اجراءات يعني للشخص اللي بيكون بالفعل مؤهل. في تعديل الشهاده اللي الديجري تبعته اللي يفضل يكون ماسترز ديجري، تعدل عن طريق منظمه بنورث امريكا اسمها ويس وورد اديوكيشنال سيرفيسز. احنا فينا نقوم بها الخدمات اللي ما بيعرف. يعني المنظمه هاي تحتاج الى كشف علامات مصدق من الجامعه اللي انت متخرج منها، ولازم الكشف العلامات يكون سيلد اند ستامبد، يعني يكون مغلق بختم الجامعه.
الجامعه سيلد، يعني لاصق الظرف ملصق وعليه ختم الجامعه، ما يكون مفتوح، ويرسل بالاضافه لمصدقه التخرج يرسل الى عنوان بيكون عنده ريفرنس نمبر بيعطوك اياه الوس لما تسجل فيه، لما تعمل ساين اب وتدفع الرسوم اللي هي تقريبا $200 للتعديل. ترسل هاي الكشف تمام الى الويس، بيعدلوا له الشهاده تبعته in accordance with Canadian and American criteria، يعني وفقا للمعايير الكنديه. يعني تصريف شلون لما تصرف دولار لسوري مثلا، هون بيصرفوا لك كشف علاماتك سوري او من اي جامعه كان للمعايير تبعتهم، مشان وزاره الهجره الكنديه تفهم شو الكواليفيكيشنز اللي انت مؤهل لها. تمام. فهنا النصب كبير جدا بموضوع الهجره الى كندا ببرامج الهجره هاي الاكسبرس انتري. طبعا بيرجعوا في برامج ثانيه مثل Atlantic Immigration Pilot Program، في Provincial Nominee Program. كل هاي البرامج تحتاج الكي فاكتور هو اللغه فيها. تمام. هاي البرامج الثانيه بيطلبوا لها اقل مستوى من الاكسبرس انتري بالنقاط. هي الهجره الى كندا تعتمد على شيء اسمه CRS اللي هو stands for، يعني اختصار ل Comprehensive Rating System، اللي هو نظام يعني التعيير او التقييم الشامل، انه بيجمعوا عمرك مع شهادتك مع مستواك، بيطلع لك نقاط. انت حتى تكون مؤهل لبرامج معينه لازم تجيب نقاط معينه. الاكسبرس انتري لازم يكون عندك 452 نقطه. البروفينشال نوميني بروجرام لازم يكون عندك 400 نقطه. تمام. في بعض البرامج تحتاج لعقد عمل. عقد العمل مو تفكروا انه واحد بيعمله على الوورد وبيبعث لك اياها صار عقد عمل. عقد العمل يحتاج لموافقه بكندا اسمها الليميا، يعني بالعربي لميا. الليميا اللي هي stands for Labor Market Impact Assessment، اللي هو لما الامبلوير تبعك، الشخص اللي بيبعث لك عقد عمل اللي هو الامبلوير، بده يكون الشخص مقدم لوزاره العمل الكنديه انه انا بدي الموظف كذا بالمواصفات كذا، بيوافقوا له عليه في حال ما كان هالكواليفايد هالشخص المدعو موجود منه بكندا سواء مقيم او كندي. بهاي الحاله بيعطوا هاي الليميا الابروفل اللي هو الورك بيرميت او الجوب لتر او الجوب اوفر، اللي هي على اساس ترتفع النقاط تبعتك كثير. تمام. راح استنى شوي نشوف شويه اسئله. طبعا هلا في ناس بدهم يسالوا انه في سوريين كثير طلعوا على كندا ببرامج الكفالات الخاصه، الكفالات الكنسيه. المره الماضيه حكيت عنها، اللي هي اسمها Agreement Holder Sponsorship. هاي فتحت بال 2016 2015. كندا يعني اعطت كوتا، اعطت حصص للنون جوفرمنتال اورجنايزيشنز بيسموها بكندا، او الكوميونيتي اورجنايزيشنز اللي هي مساجد، كنائس، جمعيات خيريه. اعطوهم كندا مقاعد لاستقدام عائلات سوريه وعراقيه. تمام. هاي في كثير سوريين هون طلعوا من الامارات، من السعوديه، من كل دول الخليج على هاي الكفالات اللي هي حاليا متوقفه، وتحتاج الى تكون مسجل بالمفوضيه العليا لشؤون اللاجئين، يكون معك شهاده لاجئ. وهي شهاده اللاجئ صارت مو سهله، والاساسيه مو سهله. يعني في ناس يفكروا انه بس يروح على ابو ظبي على مركز الامم المتحده بيسجل فيها بيعطوه. هالكلام مو صحيح. بتسجل انت، بتصير اسمك ريفيجي كليمر. تمام. او ريفيجي كليم. ممكن 4 سنين او 5 سنين لحتى يعطوك الشهاده اذا اعطوك اياها. في انترفيوز وانت لما تحصل على الشهاده مو شرط انه يعني خلص انت لما تحصل على الشهاده خلص يعني مشي حالك على كندا، بس هي احد المتطلبات. هاي البرامج حاليا متوقفه الكنسيه، بيصير فيها نصب كبير طبعا من دعايات فيسبوك وكذا، كلهم نصابين.
حاليا متوقفة يعني الكفالات هاي، وإن حتى لو رجعوا فتحوها في على قوائم الانتظار عشرات الآلاف. يعني طلعوا، أنا بسميهم فئة محظوظين اللي طلعوا بهاي البرنامج. تمام. عندنا برنامج ثالث وطلعوا عن طريقه ناس كثير، اللي هو الجفرمنت سبونسرشيب. هاي لناس اللي كانوا بالأردن لاجئين، بلبنان، بتركيا، كمان ناس محظوظين طلعوا. طبعا هاي برامج دون قيد أو شرط، ما في إلها أي شروط أو لغة أو شيء. الحكومة أخذت ناس وحطتهم بكندا مقيمين دائمين، permanent residents. نستنى شوي حتى يصير في أسئلة. الأخ اللي عم يسأل قبولات جامعية، الأخ اللي عم يسأل قبولات الجامعية على أوروبا. القبول الجامعي مو من عندنا. القبول الجامعي كل جامعة لها شروط ولها متطلبات ولها لغة ومستوى لغة. احنا بنساعد نعم في بعض الجامعات للطالب اللي مثلا معه شهادة ثانوية وبده يطلع يدرس. في دول سهل طلع عليها، وفي دول أبدا مو سهلة يعني. رقم التليفون على التعليقات. نرجو من أي شخص يعني بده يجي على المكتب ياخذ موعد مع السيد هادي على الرقم المذكور بالتعليقات، وإحنا جاهزين للسيد أمير. رقم التليفون مذكور. هلا ما في اللي بيسألك في لجوء وروح على السفارة. اللجوء مو من يعني اللجوء، يا أنت بدك توصل على البلد بطريقة أو بأخرى وتعمل لجوء، يا بيكون مسجل بالمفوضية عليا لشؤون اللاجئين بأحد الدول اللي ذكرتها، لبنان، تركيا، الأردن، والمفوضية شؤون اللاجئين بترشحك لهاي الدول حتى ياخذوك كلاجئ. تمام. الشخص اللي معه شهادة جامعية من بريطانيا حسب الشهادة يعني نفس النقاط بياخذ عن الشهادة الجامعية تبعت سوريا، بس هو بيكون الجوب اكسبيرينس تبعته بتكون افضل اذا كان متعلم ببريطانيا، وبتكون موضوع اللغة اللي حاصل على شهادة من بريطانيا. الاخ كان عم يسأل، بيكون عنده موضوع اللغة محلول، فبيكون عنده اكاديميك ليفل عالي باللغة. بس البكالوريوس يعني منين ما كانت، المهم تكون ريكوجنايزد الجامعة اللي متخرج منها. فانا اذا كنت خريج جامعة دمشق، تمام، بكالوريوس، باخذ نقاط نفس اللي خريج جامعة كامبريدج بكالوريوس. ما في أفضلية هون لمكان الجامعة أو مستوى الجامعة أو تصنيفها العالمي. طبعا لا حدا يسألنا عندك هجرة. أنا الهجرة مو من عندنا يعني، الهجرة من الدول، مو من عندنا يعني. احنا بننصح الناس مشان ما ينصب عليهم. أنا ما عندي هجرة على كندا، أنا بنصحك يعني بقول لك إذا أنت كنت مؤهل للهجرة لكندا، أنت مو بحاجتي، فوت على موقع canada.ca. ماجستير نفط وغاز من جامعة سالفورد. نعم أنت بتكون مؤهل لأنه أنت عندك ماستر، وبتكون قادر أنت يعني تدرس. أنت بتكون قادر تجيب الآيلتس 7 أو 7.5. فإذا كان عمرك تحت 40 أنت بتكون نعم مؤهل للهجرة لكندا، بتأخذ النقاط المطلوبة. الأخ اللي بيطلب داود اللي طلب منك، أي حدا بيطلب فلوس ثمن عقد وكله نصب. أخ فراس، الدول اللي تمنح شنغن للسوري، ما في دولة بتمنح وما في دولة ما بتمنح. كل الدول بتمنح وكل الدول ما بتمنح. الشنغن لها معايير احنا فينا نساعد بها الأمر. كل شخص حالة لحال، كل شخص كيس لحال، وكل دولة أنت بتتقدم عليها حسب سبب زيارة لهاي الدولة. احنا طالعنا فيزا شنغن لناس على عدة دول طبعا بمنطقة الشنغن، بس في دول يعني ما بتعطي سوريين بدون ما يصرحوا هالشيء بقرار رسمي، اللي هي الدول الاسكندنافية، السويد، النرويج، الدنمارك، ما بيعطوا سوريين حتى شو ما كانت مؤهلاتك. طبعا في مغالطة شائعة عند الناس انه موضوع الكشف الحساب البنكي. في ناس بيفكروا انه حط فلوس كثير بالمصاري بالبنك اكاونت انه بيعطوه فيزا. ما له علاقة الامر ابدا. انا مفيز لاكثر من 20 سوري فيز شنغن وعلى اصعب الدول مثل المانيا، ولا حدا فيهم معه اكثر من 20,000 درهم بالبنك تبعه.
الموضوع مو موضوع مصاري، يعتمد على عدة معايير، اللي هي معايير ثباتك هون ومعايير ليش رايح لهناك. طبعا حاليا معظم الدول مسكرة مشان الواحد ما يضيع وقته، واحنا ان شاء الله بس تفتح رح نعمل بث افضل يعني مشان موضوع الدول الشنغن اللي حاليا كلها مسكرة، غالبيتها مسكرة. حاليا بريطانيا فاتحة مواعيد، فينا نقدم على بريطانيا، فينا نعمل تقييم للشخص، وتركيا فاتحة للتفييز. باقي الدول كلها مسكرة، دول الشنغن منطقة الشنغن كلها مسكرة. فيزة الشنغن مو سهلة ولا صعبة، بس ما حدا يسألني كم بتكلف، يعني مو احنا اللي بنبيع فيزة الشنغن، فيزة الشنغن من السفارة، احنا بنقيم لك الملف، بنقوي اوراقك، بنعمل كفر لتر، بنعمل بنستخدم خبرتنا كلها، بنعرف شو نقدم سبورتنج دوكيومنت لحتى نخليك مؤهل انك تاخذ الفيزا. وفي امور ثانيه نطلبها من هناك اذا عندك حدا هناك. الاخ اللي مدرس انجليزي وحاصل على 7.5 اكاديميك بالايلتس، لازم تاخذ، اذا بيكون عندك ماسترز ديجري بتكون مؤهل من الاكسبرس انتري اذا عمرك تحت ال40. حتى الانجليزي مو مطلوب هناك، بس خلاص تعتبره بكالوريوس انت. اخي الجنسيه مغربي، المعايير الشنغن، اول شيء انت لما تقدم على شنغن الذريعه، هل هي عندك بزنس انفيتيشن، هل هي فيزا سياحيه، هل هي فيزا علاجيه، هل هي فيزا دراسيه. انت لما تقدم على فيزا سياحيه يفضل يكون عندك ترافل ريكورد، يعني تكون مسافر على دول رايح سياحه قبل ما تقدم على منطقه الشنغن، او يكون عندك ذريعه اللي هي مثلا بزنس انفيتيشن، دعوه عمل. بمناسبه الدعوه بحب اذكر ان دعوات شخصيه ما بتفيد. انا بعرف ناس النصب عليهم بدعوات، انه ناس بعثوا لهم دعوات اخذوا منهم 4000 يورو. في ناس فكروا انه خلص بس انت صار عندك انفيتيشن انت اخذت الفيزا صارت على الجواز. الدعوه يعني ما بتفيد ابدا ابدا، حتى احيانا هي مضره الدعوه الشخصيه. فاللي بيتكلف فلوس واللي بيتعب حاله وبيتعب اهله بدعوه شخصيه ما في داعي لها. لكن في سفارات ما فيك تقدم انت على فيزا زياره عائله الا بدعوه، مثل فرنسا بيسموها الورقه الصفراء، هي تصدر من السيتي هول بيسموها، اللي هي البلديه هناك. الشخص اذا انت مقيم بفرنسا بدك تعمل، لازم تعمل الدعوه هاي لاحد اقاربك حتى تنقبل اوراقه، غير هيك ما بتنقبل اوراقه. بس هذا لا يعني ضمان الفيزا، لا يعني انه الفيزا راح تكون يعني مضمونه 100%. بالنسبة للسوريين اللي طلعوا تركيا من سفارة لبنان، هلا بالنسبه لا بنحكي على موضوع الدول اللي فاتحه، راح احكي شوي على موضوع تركيا واسئله مكرره. تركيا حاليا التفييز فاتح من دوله الامارات. بالنسبه للسوريين اللي موجودين بسوريا وبدهم يغادروا على تركيا، فيهم يقدموا عن طريق السفاره ببيروت، لكن لازم انت حتى تقدم لازم يكون عندك كشف حساب بنكي، ويفضل يكون فيه بين 7 إلى 10,000 دولار. تمام. بالنسبه لكشف الحساب البنكي، هلا انا بعرف الناس اللي عايشين بسوريا اغلبهم ما عندهم حساب بنكي، او بيكون موجود بالليره السوريه، او بيكون ضعيف فيه 100,000 او 200,000 ما بيمشي حاله. اللي عنده حدا برا، اخوك قريب درجه اولى عايش برا، فيك تقدم كشف حسابه. بيعمل رساله في لها صيغه قانونيه معينه، انه بيرفق معها صورة جوازه زائد كشف حسابه. احنا طبعا فينا نساعد بأي شيء بتجهيز الملفات من حيث جميع الأوراق المطلوبة والابليكيشن وحجز موعد السفارة، فينا نساهم بهالأمور. بس أكرر دوما الفيزا مو من عنا، نحن ما بنبيع فيز، يعني احنا مثلينا مثل أي حدا، بل لما بدنا فيزا بنروح بنقدم عليها على السفارة وبنستنى حتى يعطونا الفيزا. فبالنسبة لموضوع لبنان حكيت لكم، هو صعبة شوي فيزا تركيا من لبنان، وصعبة جدا باقي الدول اللي هي دول الشنغن للمقيم بسوريا، لأنه ما في سفارات فاتحة بسوريا، فالتقديم حصرا من لبنان. وما بننصح يعني حدا يتعب حاله ويضيع فلوسه ويقدم على فرنسا ولا ألمانيا ولا كندا من لبنان، لأنه راح ينرفض، يعني غالبا بيكون الرفض. تمام. تركيا ممكن ينقبل في حال كان في وجود كشف حساب بنكي، وجود سبب مثلا يكون رايح يشوف اهله بتركيا، يكونوا اهله مفيزين من الامارات، بيرفق صور التاشيره. كل هالامور هاي احنا بنعملها ونقدم المشوره الصحيحه بدون ما نبيع الناس اوهام او نكذب على الناس.
الاخ عراقي الجنسيه عمرك 46، نعم فيك تقدم على كندا، بس انت بالعمر ما عاد تاخذ نقاط على العمر. لازم تجيب الايلتس 7.5، او اذا زوجتك متعلمه او عندها ماسترز ديجري فيها تكون هي المين ابليكنت، وتكون بس لازم يكون عندها بالايلتس 7.5 وما فوق. لانه في حال انت كان عمرك بعد ال40 ما عاد، او بعد ال45 صفر نقطه على العمر بالنسبه للهجره الى كندا. الاخوه اللي بيسالوا على كندا ارجو تراجعوا الفيديو. انا ما عندي تقديم على كندا، ما فيني اقدم للناس، بس انا عندي قناعه المؤهل للهجره على كندا ما بيحتاجني، لذلك انا ما بقدم لحدا على كندا، ما عندي خدمه كندا، فلا حدا يسالني عن كندا. انا بشير عليك عشان ما حدا ينصب عليك بس. الايلتس 4.5، نعم بعض المهن 7.5، عفوا 4.5، لكن هي مهن معينه مثل الشيف، شيف المطعم لازم يكون عنده شهاده فندقه، شهاده معهد سياحي. شيف المطعم هو احد المهن القليله اللي يقبلوها على 4.5 بالايلتس. اما تكون طبيب، تكون مهندس، بدك 7.5. اما الشيف، نعم الشيف احد المهن جدا مطلوبه بكندا. الاخ اللي عم يسال انه واحده متواصله معه من كندا، من امريكا، خبرتك تبعت لك عقد عمل على كندا $1500، كله نصب، كله يندرج تحت بند النصب، ما بتطلعك ولا موضوع عقد العمل بكندا. حكيته هو يحتاج لموافقه لابروفال من شيء اسمه ليبر ماركت امباكت اسسمنت، اللي هو مؤسسه بكندا بتقيم سوق العمل. انت الامبلوير تبعك، الشخص اللي بده يوظفك او يبعث لك عقد عمل، بده يقدم على موافقه من هاي المؤسسه. الموافقه من هاي المؤسسه بدهم يشيكوا بكندا كلها ويشوفوا هل هالمهنه هاي، العقد العمل، الشخص المهندس مثلا اللي بنبعث له عقد عمل، هل مو موجود منه حدا بكندا مقيم او كندي؟ في حال كان مو موجود بيعطوه الابروفال، اسمه لميا، LMIA، لميا ابروفال. ما في عقد عمل واحد يكتب لك اياه على الوورد وبعث لك انه على اساس هي عقد عمل ياخذ منك $1500. في سؤال معدى انت لحدا عم يبعث لنا على الواتس انه انت نجاوب عليه، انه هي خالته بامريكا لها 15 سنه، بس راجع الاسئله سوينا. هلا بالنسبه للاخ اللي خالته بامريكا لها 15 سنه ما بتفيدك، حتى لو امك ما بتفيدك. امريكا في قانون اسمه ترافل بان على السوريين، على الجنسيه السوريين، الجنسيه السوريه. الترافل بان لا يسمح للجنسيه السوريه بالتقدم الى تاشيره الى امريكا بجميع انواعها. يستثنى من هذا القرار حمله التاشيرات السابقه اللي سافروا عليها فقط، هو اللي بيكون قادر يقدم، ولكن لا يعني انه راح ياخذ الفيزا. ما بيفيدك حدا اللي بامريكا. محمد عم يسالنا عن موضوع الفيز، بس اعطيهم لمحه عن موضوع الامارات شو. الاخ المقيم دبي لا ما فيك تطلع على امستردام، ما بعتقد يعطوك فيزا. ما كان عندنا برنامج على روسيا، اقامات بروسيا، انت غلطان مع حدا ثاني. من سوريا كان عندنا طلاب، البعثات الطلابيه فقط ايام. كان في بعثات طلابيه مع الكومباني بسوريا. أنا جاهز للاستفسارات. أي حدا في يقدم أخي، أي حدا في يقدم من الإمارات، أنت فيك تقدم وين ما بدك، بس هل تعطى الفيزا؟ هون السؤال. الأخ فيك تقدم على أي دولة بالعالم، على كندا، على بريطانيا، على أستراليا، فيك تقدم وفينا نعمل لك الملف، بس مو كل الناس مؤهلة أنها تاخذ الفيزا. في سؤال من الأخت اسمها شموخ امرأة عراقية ولها 10 سنوات مقدمة مسجلة. الأخت اللي عم تسأل إذا بتاخذي فيزا على أمريكا، فيك تقدمي، بس فينا نساعدك بالابلكيشن بالموعد، شو ممكن يسألوكي، شو ممكن تجاوبي،
بس ما فينا نضمن يعطوك الفيزا او لا. الجنسيه مغربيه. السؤال: هل باستطاعة الأخ المجنس بكندا بسبب اللجوء سحب أحد أقاربه درجة أولى؟ الاخ اللي عم يسال هل باستطاعة الاخ اللي تجنس بكندا سحب اقاربه درجه اولى؟ لا، فقط ممكن يسحب امه او ابوه او زوجته او اولاده فقط. في برنامج معين بهالامر وبياخذ وقت مو سهل يعني. حكيت للاخ اللي قدم على السويد والدول الاسكندنافيه ما بتعطي سوريين، ما تتعب حالك. طبعا بنأكد اللي بيحب يتفضل عنا على المكتب على الرحب والسعة. الرقم موجود بالتعليقات. بياخذ موعد من السيد هادي وانا بكون موجود بالمكتب بناء على جدول المواعيد. للناس اللي احنا بنحكي للناس مين المؤهل ومين اللي مش مؤهل وشو فرصة حصولك على الفيزا وشو لازم يكون عندك اوراق. اهم شيء للمتقدم لازم يكون عنده كشف حساب بنكي وراتب محول على البنك، يعني يكون الشخص موظف وبيعمل بشركة ويفضل يكون دخله جيد. مو مهم يكون عنده 100,000 أو 200,000 بالبنك، المهم يكون عنده دخل منتظم بيتحول على البنك 7,000 6,000 وسبب إلى الزيارة. تمام؟ هاي الأشياء إحنا بندرسها وإحنا بنخبر المتقدم شو ممكن يجيب أوراق وشو يعني لحتى ندعم الملف تبعه حتى تنقبل، حتى نقنع الفيزا اوفيسر الشخص المسؤول بالسفارة عن منح الفيز. احنا يعني بنتبع اسلوب معين حتى نقنعه، لكن احنا ما عندنا اكسس معين او ما في سفير صاحبنا ولا بنعرف حدا بالسفارات. بنقدم للناس مثلنا مثل اي حدا، بس اكيد نختلف يعني ما بدنا نروج لنفسنا، لكن مو مثل اي حدا بيعمل لك تامين صحي وحجز فندقي وطيران وخلص. لا، في امور ثانيه يعني بموضوع التاشيرات تحتاج الى خبره، يعني احنا بنشوفها موجوده عندنا، بنساعد فيها الناس الحصول على فيزا، وعندنا تجارب ناجحه بتاشيرات اللي هي الاصعب بالعالم انك تحصل فيزا شنغن لسوريا. الأخ أو الأخت اللي عندها زوجها عنده فيزا 5 سنوات لأمريكا، ما بعرف شو الجنسية. هلا إذا أنت سورية ما فيك تقدمي حاليا في ترافل بان، هو في يقدم إذا كان منتهية فيزته. تواصل على الرقم موجود بالتعليقات يا باسل. راح نحكي على موضوع الإمارات. طبعا كونه الناس الموجودين بسوريا أسهل بلد بالنسبة لهم هي الإمارات. فيزة الإمارات هي مو صعبة حاليا، طبعا أغلقت بسبب كورونا، لكن احتمال تفتح بكرة، أو يقال أنه فتحت التأشيرات السياحية. طبعا التأشيرات السياحية تشمل فئتين بالسوريين: الفئة العمرية، الذكر ما بيقدر يجي فيزا إلا حتى يكون عمره فوق 42 وتحت 10 سنين، والإناث جميع الأعمار. هاي بالنسبة للفيزت فيزا اللي اسمها تأشيرة زيارة، تأشيرة سياحية تيجي شهر و3 أشهر. تمام. طبعا نفس الشيء على الرقم، أي حد عنده استفسار موجود على الرقم السيد هادي على التعليقات. موضوع الإقامات بالإمارات حاليا مغلقة. الموضوع الإقامات كثير حساس، كثير ناس انصب عليهم بشركات وهمية، اجوا لهون يعني اوكي طلعت الفيزا واجوا مو مزورة الفيزا، بس الشركات وهمية، ناس بيكذبوا، ناس ما لهم أساس، ما لهم مكتب، ما بيحولوا رواتب، بينعمل بلوك على الشركة، فيهم بياخذوا الجواز ما عاد يردوا على التليفون. فكون حذر وانتبه من إعلانات الفيسبوك. لما تشوف حدا معلن على الفيسبوك اي حدا حاط اسم وهمي لا تتجنبوا مهما استطعت تتجنبوا، لا تقرب عليه. لما بدك تتعامل مع شخص اطلب صورة هويته وصورة جوازه في حال كنت مضطر. اذا ما بتعرفه احذر الاسماء الوهمية على الفيسبوك. إقامة الزوجة والأطفال كمان سمحت للسوري. إقامة الزوجة والأطفال طبعا للسوري المقيم هنا كمان عم يخبرني الأخ هذه إنها مفتوحة. تمام. للي بده يجيب زوجته وأولاده.
لا اختي ما في يبعث لك، انت الجنسيه مغربيه والزوج اردني معه فيزا امريكا، ما في يبعث لك فيزا على امريكا، لكن فيك تقدمي تقدمي انت تقدمي. هلا مواعيد امريكا فتحت بشهر 11 دبي وابو ظبي، احنا جاهزين نساعد ونخبرك شو لازم يقدم مع الملف. احنا بنحجز واحنا بنظبط كل الاوراق بشان فيزا امريكا لغير السوريين. طبعا بيعطوكي 5 سنين كجنسيه مغربيه، اذا اعطوك الفيزا بيعطوكي 5 سنين. والمواطن الاماراتي طبعا بالنسبه للمواطنين الاماراتيين بيعطوهم 120 شهر، يعني 10 سنوات الفيزا الى امريكا. سهله جدا للمواطن الاماراتي، اجراءات روتينيه فينا نساعد فيها جميع الاخوه الراغبين بالسفر الى امريكا. طبعا نوع الفيزا بيكون بي 1 بي 2 هيك تصنيفها بامريكا، اللي هي فيز بسموها سياحه وعمل. احنا السوريين كانوا يعطونا اياها قبل الحظر 2 سنين، بس حاليا ما خلص ما عاد فينا نقدم. الاخت المغربيه اللي زوجك بالاردني عنده فيزا على المغرب على امريكا 5 سنين، فرصتك جيده بالحصول على الفيزا، خصوصا اذا كان زوجك راح ورجع، يعني استخدم الفيزا اكثر من مره وراح ورجع عليها. اذا بيقدم لك معه يعني غالبا انه تتوافق الفيزا. الجنسية السودانية المقيم بالإمارات، نعم في تأشيرة تركيا الأخت ريم، نعم موجود، فينا نقدم. اليوم قدمت لشخص يحمل الجنسية السودانية. تأشيرة تركيا نعم سهلة، تحتاج إلى كشف حساب بنكي ولا مانع من الكفيل، وإحنا فينا نقوم بالإجراءات. نعم التأشيرة التركية لجميع الجنسيات. طبعا في جنسيات أونلاين بياخذوا الفيزا، أغلب الجنسيات ما بدهم فيزا لتركيا. أردني مقيم بدبي، شو فرصته للحصول على فيزا إلى أمريكا؟ المواطنة الأردنية كم شهر ممكن تطلع على كندا لزوجها الكندي؟ هلا الجنسية ما لها علاقة، لكن يحتاج الأمر تقريبا 2 سنين بإجراءات وزارة الهجرة الكندية، بتصل إلى هناك مقيمة دائمة permanent resident. ممكن أكثر من 2 سنين حسب وزارة الهجرة. هلا هم على الموقع تبعهم كاتبين 24 شهر، بس عمليا بياخذ أكثر، يعني أكثر من هيك. الأخ الأردني فرصتك بالحصول على فيزا لأمريكا ما يعني حسب شو مجال عملك، وين مسافر، حسب شلون بتحكي بالمقابلة. احنا فينا نساعدك لما تيجي لهون تتفضل، نحجز لك موعد، نعمل لك الابلكيشن فورم، نحكي لك شو ممكن يسألوك، نحكي لك شو ممكن تجاوب، باعتبار يعني عندنا خبرة بهالمجال. وأنا شخصيا رحت على أمريكا وأخذت فيزا على أمريكا، وحتى يعني تابعت موضوع الترافل بان، وتابعت قرار المحكمة العليا الفيدرالية، وشفت شو الاستثناءات للجنسيات المحظورة. يعني كنت بأمريكا آنذاك. الأخ مازن السوري تاجر في الإمارات، هجرة إلى كندا يعني صعبة، إلها شروط صعبة. يعني أهم شيء الأكاديميك ليفل مو المصاري. بده يكون عندك أكاديميك ماجستير ولغة عالية حتى تكون يعني تحصل شوية نقاط حتى تأهلك لبعض برامج الهجرة. بس ما في شيء هيك يعني، وأي حدا بيحكي غير هالحكي بيكون نصاب. حتى برامج الاستثمار لكندا للسوري يعني حتى برامج الاستثمار لكندا لازم تقدم على شيء اسمه temporary resident visa، اللي هي فيزا زيارة بيسموها بكندا temporary resident visa. حتى برامج الاستثمار اللي بيسموها برامج المستثمرين لكندا، هاي البرامج تتطلب انك انت بعد ما تسجل بهالبرنامج تتطلب انك تقدم على هاي الفيزا التمبوراري ريزيدنت فيزا. بتروح بتقدم عليها بيجوا بيرفضوك لانك سوري. انا بعرف حالات يعني رغم انك انت طالع مستثمر ومحقق الشروط اللي يكون عندك املاك او مال بقيمه $600,000، تكون محقق كل الشروط، واخر شيء بيجيك رفض. لازم تقدم الاول على الفيزا السياحيه عشان تروح هناك تعمل بزنس بلان، وهالامور هاي بتقدم بترفض. لذلك انا اعتزلت اني اقدم لحدا على كندا. انا ما بقدم لحدا على كندا، انا ما عندي هجره على كندا. يا جماعه اللي عم يسال، انا ما عندي هجره. المؤهل لكندا مو بحاجتي، انتهى.
هيك وجهة نظري. فانا ما يعني ما فيني اغش حدا واعمل لحدا اكاونت على موقع وزارة الهجرة واخذ منه فلوس بشيء انا بعرف نتيجته. انا بعرف النتيجة ما راح تنجح. يعني راح يعني ليش لحتى اخذ منك 7000 8000 درهم؟ ما عندنا فيز على المغرب والله، صعبة جدا، صعبة. المغرب ومصر صعبة جدا للسوري. الفيزا الشنغن الأخت الأردنية بس راجع الفيديو من أوله اللي بدك تطلع لكندا وعندك بنتين، بس راجع الفيديو حكيت عن كثير نقاط بس مشان ما نضل نعيد يعني. الأخ علاونة الحاصل على دعوة لحضور مؤتمر إلى تورنتو، أنت كجنسية يمكن أردني ممكن يعطوك التمبوراري فيزا. هناك بدك تشوف طريقة أنك تضل هناك عن طريق عقد عمل، أنه تتحول أو تخالف أو تشوف طريقة تظل بكندا. بس أنا ما عندي قانونا فكرة كيف ممكن تظل بكندا على فيزا سياحية وتصير نظامي. يمكن صعبة شوي بكندا. هلا الاخي اللي ممكن عمل لي تاشيره على فرنسا وجاهزه بس عليه يمضي وما يقدر بالمشفى، كيف فيني اعرف بقدر اسافر بدون ما يمضي واخذ التاشيره؟ شو يعني يمضي؟ مين الشخص اللي معطيك التاشيره؟ التاشيره لا تمنح الا من السفارات. تاشيره فرنسا بدك تروح على VFS جلوبال تسلم جوازك وتبصم وبيبعثوا لك جوازك بالبريد، ما في حدا يمضي. الشخص ممكن يكون نصب واحتيال. الاخ اللي اولادك بجامعه دبي ممكن هم يطلعوا بعد ما يتخرجوا من هون يحصلوا مستوى عالي بامتحان الايلتس ويقدموا على برامج الهجرة المتاحة. إذا حدا كان عندهم ماجستير ممكن نعم ممكن يطلعوا. دوما الجنسية هي بتلعب دور كبير يعني ما سألتك. فيزا سياحية من الإمارات لأوروبا جنسية سورية الجاسمين، نعم ممكن بس مو كل الناس بيعطوهم. كل شخص له يعني تقييم، وكل شخص حالة لحال. ما فينا نحكم يعني بشكل عام انه الشخص فيه ولا ما فيه، لحتى نشوف الشخص شو عنده مؤهلات للهجرة او للسفر للحصول على فيزا شنغن لاوروبا او غيرها. شو وضع فيزا شنغن للسوري المستثمر المقيم في دبي؟ السوري المستثمر المقيم في دبي اذا كنت مستثمر حقيقي وعندك كشف حساب باسم الشركة تبعتك وعندك هون عائلة ومستقر، نعم ممكن الحصول على فيزا شنغن. مو صعبة بس مو سهلة كمان يعني. السفارات اغلبها لا تزال مغلقة يعني للأسف. المكاتب اللي دبي تقدم عقود عمل لأوروبا وكندا كله نصب واحتيال. عقود العمل لها شروط. الأخ اللي قدم استخدام عائلة من أسبوع رفضت، نعم فيك تقدم مرة ثانية، نعم فيك تقدم عدد لا محدود يعني. إن شاء الله المرة الجاية بتنقبل. الأخ السوري اللي حاصل على فيزا لكندا وبريطانيا وسافرت عدة مرات ورجعت، نعم تستطيع التقديم إلى عائلتك إلى فيزا سياحية لكندا أو بريطانيا. نعم فيك تقدم وعندك فرصة جيدة، بس بريطانيا أكثر شوي من كندا والدولتين صعبات طبعا. تمام كعائلة صعبات الدولتين، بس أنت يعتبر عندك بوينتس يعني مهمة جدا اللي هي أنت مسافر لهاي الدولتين رايح وراجع، فعندك ترافل ريكورد يعتبر يعني very high level يعني. الأخوة أنا في تعليقات ما بشوفها يعني، العذر منكم يعني اللي ما برد، مو كل التعليقات بشوفها أنا.
هجرة بدون ايلتس على كندا ما بينفع، لا، واغلب الدول بتطلب لغة. الاخوة اللي خارج الدولة احنا بس شغلنا من الامارات. ارجو انه الاخوة يتابعوا الفيديو كله من الاول. انا جاوبت على كل الاستفسارات. انا ما عندي على كندا، انا ما بقدم هالخدمة ابدا، ولا ناوي اقدمها يعني، للسبب اللي ذكرته، انه الشخص المؤهل للهجرة لكندا مو بحاجتي. الأخ المصري أحمد أمين ما عنده شهادة جامعية ولا عندي حساب بنك، أنا مصري ومقيم بالإمارات ومعي إقامة شغالة، قال له غير مؤهل حضرتك. ما حدا يا أخ اللي المقيم المصري ما فيك تقدم على أي سفارة بالعالم بدون كشف حساب بنكي. الآنسة رجب ما حدا بيعرف متى تفتح السفارات، وإيطاليا وإسبانيا يعني مغالطة شائعة إنه السوريين فكروا إنها سهلات، إنها مو سهلات أبدا، بس غالبا السفارات تفتح بداية الشهر القادم. الأخ عماد سلوم تابع موقع canada.ca، لا ترد على صفحات الفيسبوك والمكاتب اللي تدعي إنه عندها هجرة على كندا. canada.ca، إذا ما فهمت شيء من الموقع فأنت تكون غير مؤهل. هاي أنا بختصر عليك تدفع 12,000 معلومة لوجه الله ببلاش يعني. الأخ اللي إقامته مستثمر من دبي لتركيا، ما في راتب على كشف الحساب، ما في مشكلة، بس لازم يكون عندك كشف حساب. تواصل معنا ومنرتب لك الأمور إن شاء الله. هاي الأخ فيك تقدم فيزا زيارة وبعدين تقلبها فيزا عائلة، بس يكونوا داخل الدولة أولادك، نعم أسهل. لا والله مو زعلان، بس فلتت القاعدة تبعت الجوال وأنا عم ببث مباشر. أعتقد جاوبت على كثير أسئلة، بنرجع بنكرر. أي حدا عنده استفسار أو يعني أي حدا بده يقدم على تأشيرة، مكتبنا موجود عنوانه، موجود عنوان، موجود رقم السيد هادي حيدر. أي حدا بده موعد يتواصل مع هادي. أرجو ما حدا يضيع وقته ووقتنا بأسئلة ما فينا نفيد فيها. أنا هجرة على كندا ما عندي، فما حدا يسأل. في موقع اسمه canada.ca ادخلوا عليه. باقي التأشيرات والدول احنا جاهزين بالتعاون وبالمساعدة بهالشأن. حاليا دول الشنغن مسكرة، تركيا فاتحة، بريطانيا فاتحة. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا وتحياتي وعذرا لكل الناس اللي ما ردينا عليهم. سلامات.